بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في غفلة أي في الدنيا، فاعلم يا رعاك الله، فاعلم يا رعاك الله يا مهجة الفؤاد، واعلمي يا رعاك الله يا بنت الهدى أن الغفلة داء وبيل ومرض خطير قد استحوذ على القلوب وتمكن من النفوس واستأثر الجوارح والأبدان. فأكثر الناس يعيشون غفلة حقيقية عن الله تعالى والدار الآخرة. قد فتنتهم الدنيا وزخارفها وغرهم طول الأمل، وتمكن من قيادهم الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. أيها السكران بالآمال قد حان وقت الرحيل، فانتبه من ركضة الغفلة فالعمر قليل، واطرح سوف وحتى فهما داء وبيل. ألست الذي دمت على الخطايا وعصيت؟ ألست الذي بارزت الله بالقبيح وما استحييت؟ وعلمت تحريم الذنب ثم أتيت، وعرفت عظيم الجزاء وتناسيت. سيبدل النطق بالسكوت والهمس، وقد قرب يوم الحبس في بحر الرمس. قال الله جل جلاله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا ابن آدم لقد حصدت الغفلة فبئس ما حصدت، ورجعت بالخيبة والحرمان وأطعت الشيطان. والله ينادي: لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لدار الخسران. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح. يا عجبا منك، يا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنيت الطريق الواضحة؟ كيف تكون حين تقرأ في غد صحيفة قد حوت الفضائح؟ وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الغفلة يا عباد الله داء تغلغل في القلوب وتمكن من سويدائها. ولتعلمي أن صاحب الذنب من أطول الناس أملا وأكسلهم عن الطاعات. فالغفلة يا عباد الله تورث قسوة القلب وطول الأمل. قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال الحسن رحمه الله تعالى: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فيا أيها الغافل إياك أن يبادرك الموت وأنت في غفلتك ساه الله، فيومها ستطول الحسرات وتتضاعف المصيبات. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال رجل لزهير البابي: ألا توصي بشيء؟ فقال: احذر أن يأخذك الله وأنت في غفلة. قال الحسن رحمه الله تعالى: عجبا لقوم أذنوا بالرحيل وترحل أوائلهم وهم يلعبون. وقال عبد الله بن ثعلبة: يا ابن آدم تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من القصار. يا ابن آدم تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من القصار. إخواني، بين أيديكم الموت وليس بمردود،
والرحيل إلى القبور واللحود، ثم تخرجون وحوض الندم مورود، وينصب الميزان وترى الأجل لا يعود، ويبكي العاصي عندها على ما فرط من المقصود، وتصبح وجوه المذنبين كالليالي السود، ويقرر العاصي وليس له من يقود، يتمنى العود وهيهات، يتمنى العود وهيهات، يبس العود وكل مورود مورود، ينادي الله رب ارجعون رب ارجعون، وباب الرجوع مسدود، وما ينفع العاصي بقوله ما أعود. أسمعتم قول الغافل ناقض العهود، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وقال جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الله أكبر، كم في النفوس الظالمة من نار أوكد أوارها واشتد سوادها. الله أكبر، كم في النفوس الظالمة من نار أوكد أوارها واشتد سوادها. اللهم اجعلنا من المتيقظين قبل نزول العذاب بهالكين يا رب العالمين. يا رب العالمين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.info.